أستاذ محمد، هناك من يقول أنك أسطوري، أو بالأصح مغرم بالأساطير والقصص والحكايات. شنو قصتك ويا الأساطير والقصص؟ طبعا قبل كل شيء صار لك ساعة من قاعدة هي سيتة تلعب هاي بإيدك، شنو هاي يعني؟ ماذا أعرف يا، صار لك ساعة تلعب هاي العودة وهاي العجيناية ما أدري. هاي مو عودة، هاي آلة نحت. زين. وهاي الطينة. أنا بيها العادة مستأصلة من سنين، أنه أشغل إيدي دائما بحركة. زين. فالطين معروف عني، الطلاب الكل يتذكرون. من أي سنة؟ من أيام روما. من أيام روما؟ أيام روما. أي بيدي الطين، ودائما بجيبي أكو خرز اللي هي الطين. مثلا شلون تجوز منها مختص نفسي صارت ساعة كل يقول يا شكل، بس يعني صارت عادة عندي. واهس وعادة. نرجع لسؤالنا أستاذ محمد. أنا بالنسبة لي عشت في روما 7 سنوات. وافتريت أوروبا، عواصم أوروبا وأغلب المدن الأوروبية شفتها، مرة بالسيارات مرة بالسكوتر. افترينا ويا زميلي الرسام سعد الطائي. فاكتشفت أنه أغلب التماثيل في الساحات العامة والنافورات في أوروبا تمثل أساطير إغريقية رومانية. بعد رجوعي إلى بغداد اكتشفت أنه هاي أغلب الأساطير مصادرها الرئيسية، المصدر الرئيسي للأساطير الإغريقية والرومانية مصادرها عراقية وهذا فدائية، لو سومرية لو بابلية لو آشورية، انتقلت بمرور الزمن إلى روما، إلى الإغريق ثم إلى روما. فهم مثلوها باعتبار أساطيرهم اللي هي بالحقيقة أساطيرنا. مثلا هرقل، بالنسبة لتماثيل هرقل تلقيها في كل أوروبا. هرقل هو نسخة من قلقامش بالضبط، يعني هي أسطورة قلقامش انتقلت وحورت قليلا وصارت هرقل. فهم يعتزون هرقل. طيب ليش ما أنا أعتز بقلقامش؟ ليش ما تعتز بالتاريخ؟ لهذا صارت رغبتي أو اتجاهي، وأنا يمكن حسب ما يقال أول فنان اهتم بالأساطير. وبدأت أقرأ كثيرا كل الكتب الآثارية عن الآثار وعن الأساطير وأصدقائي الآثاريين، ولهذا انتهت بزواجي من آثارية. هذا جزء من رغباتي، فكتبها وكتبي كلها عن الآثار العراقية، وهذا شيء طبيعي. لهذا أنا أريد أعطي للعراقي اعتزاز بتاريخه، اعتزاز بهويته، يفتخر أنه هو عراقي. هذه وجهة نظري.